تنحس بلي هشام بحال شي ملك فوق الارض والله. تدخل عنده الاناث تيبان لي واحد الضو زوين في وجهه. انا كنهضر دابا براحتي حيت عارفه هشام ما غيشوفش هاد الفيديوهات. في الاول ما كنتش كنقدر نهضر حيت هشام تيتفرج في الفيديوهات. مع الأسف الموت يخطف تيك توكر هشام الذي تكلف به الملك محمد السادس لعلاجه بفرنسا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت المؤثرة ليلى شمام عن وفاة التيك توكر المغربي هشام الشهير بصفحة هشام وخديجة من خلال تدوينة مؤثرة على حسابها على الإنستغرام. وكتبت ليلى المعروفة بلقب محاربة السرطان: هشام في ذمة الله، معبرة عن صدمتها وحزنها العميق لفقدانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت خديجة الصديقي زوجة هشام قد كشفت في وقت سابق عبر إنستغرام عن الوضع الصحي الحرج لزوجها، وموضحة أنه يعاني من صعوبات شديدة في التنفس ونقص حاد في الأكسجين. ورغم المعاناة أظهرت خديجة إصرارها على التمسك بالأمل، داعية متابعيها للدعاء من أجل شفائه. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أخبار تدهور صحة هشام ومن ثم وفاته، معبرين عن حزنهم العميق ودعمهم الكبير لخديجة في هذا المصاب الأليم. وكانت أنباء قد أشارت إلى تكفل الملك محمد السادس بمصاريف نقل تيك توكر هشام وعلاجه بفرنسا. وداعا هشام، إنا لله وإنا إليه راجعون.